أنا رغد سقف الحيط. اليوم إحنا موجودين في قلنديا البلد في اليوم الثالث من فعاليات مشروعنا أنا وزميلتي أريج الأشهب بعنوان بين جير وطين، واليوم النهائي الثالث والنهائي الأخير. مشروع بين جير وطين هو مشروع بيستكشف إمكانيات مواد الأرض بتدرجاتها المختلفة اللي هي بتتدرج من أطيان لحد جير، مواد جيرية. فمنلاقي عندنا تنوع كبير بجغرافية فلسطين من أطيان بألوان مختلفة. في منلاقي ألوان مائلة إلى الحمار لأنه فيها نسبة حديد عالية. الأطيان موجودة في طبقات أعمق في الأرض اللي هي بتكون على لون أصفر. وبعدين أطيان كمان جديدة على الناس اللي هي باللون السكني أو الأزرق اللي هي بتيجي من حفريات كتير عميقة في الأرض. فبمشروعنا أنا وأريج بنحاول إن نستكشف هاي المواد في جغرافية شمال القدس، ريف شمال القدس اللي هي بتمتد من جبع شرقا مرورا بكفر عقب، الجيب، بدو، قطنة. كل هذه مناطق احنا زرناها ولمينا منها هاي المواد، وصرنا نستكشف من خلال هاي المواد كل التغيرات اللي صارت في هاي القرى، كونها انعزلت عن مدينتها الأم القدس وصارت حاليا تابعة لمدينة رام الله، فهي أصبحت ريف بلا مدينة ممكن نحكي، اللي هي أصبحت بلدات كل واحدة فيها عم تحاول تعتمد على حالها وما في صلة بيناتها صارت. فمنشوف كل الممارسات اللي نتجت عن هذا الانفصال وهذا القطع اللي هو طبعا سببه الاحتلال وسببه التفتت الجغرافي اللي عمالها بتشهدها هاي القرى، عن طريق الحفريات اللي كتير عميقة عمالنا نشهدها، زي مثلا بكفر عقاب حفريات عم توصل 20 متر 25 متر، وعمالها بتطلع أطيان ومواد جديدة علينا كثقافتنا ما شفناها من قبل. فشغلنا بتضمن أول إشي بحث ميداني مع مجتمعات والجيل الكبير، خلينا نحكي، اللي بتذكر الممارسات القديمة من صناعة فخار، من صناعة طوابين، خوابي لحفظ الطعام. وبعدين عندنا جانب آخر اللي هو جانب استكشاف هاي المواد على صعيد اختبارات بسيطة احنا بنعملها في المواد، بنحاول نشوف هل يمكن تشكيلها لقدور تشكيلها لصناعة فخاريات. والصعيد الثالث هو توثيق ميداني، خلينا نحكي، هاي المواد في الأرض وكل الممارسات الاجتماعية الاقتصادية الجيولوجيا اللي بتشمل اللي حوالين هاي المواد.